لو جالك طب بيطري، التنسيق جاب لك كلية طب بيطري كده، انت دلوقتي قاعد زعلان وفاكر الكلية اللي جات لك دي كلية وحشة، وكلية طب بيطري، وانت كان حلمك في كلية تاني، وقاعد دلوقتي الكلية مش أحسن حاجة ومش عارف ايه، وهيقول لي دكتور بهايم ومش دكتور بهايم والكلام ده كله داير في دماغك. لا، انا كنت فاكر زي كده بالظبط، يعني كنت بالظبط نفس التفكير بتاعك، ورحت عملت تظلم وخلاص وعايز احول من الكليه ومش عارف. بس انا ما عرفش حاجه، يعني انا ما عرفش حاجه عن الكليه بسبب ان انا بعمل ده كله، وانت تقريبا برضه مش عارف اي حاجه عنها. تمام. جات لي كليه طب بيطري، رحت انا هعمل تظلم ومش هعمل تظلم، والكليه دي مش عاجباني، ويعني طب بيطري انا مش عاجباني، وانا كان نفسي في كليه تاني، وانت برضه ممكن يكون حلمك في كليه تاني. فانا معايا عيال عمي الكبار ومعايا صاحب ابن عمي الكبير، دول في طب بيطري، واحد اتخرج السنه دي واللي لسه فيها واللي في سنه رابعه وثالثه والكلام ده. فسالتهم اتلاقيتهم فرحوا قوي، فرحوا قوي ان انا جيت طب بيطري، فافتكرتهم بيهونوا عليا ده. فصاحب ابن عمي اول حاجه كان جايب 97.5 في ثانويه عامه في سنته ودخل طب بيطري، والتاني مش عارف كان جايب 90 وحاجات زي كده، يعني درجات عالية، وانا برضو كنت جايب 91.5. ده الحمد لله وكويس، والف الف الف مبروك. فانا مفكرهم ايه، اللي هو بيقولوا كده عشان ما ازعلش وشايفيني زعلان الكلام ده. تمام. لما بقى دخلت، مش دخلت الكلية نفسها، دخلت سألت عن الكلية وعرفت مجالاتها، اكتشفت ان انا كنت غلط، وان 90% مننا كلنا وكلام طريقة كلامنا اللي كانت في الاول هتختلف، وهنكتشف ان احنا كنا غلط. ليه؟ اول حاجه الكليه، كليه طب بيطري مجالاتها كتيره قوي، كتيره قوي، يعني كتيره يعني بشكل والله لا تتخيل. وفي برضه انت دلوقتي هتقول لي، او انت مثلا بتخاف من الحيوانات او بتكره الحيوانات، بتكره التعامل مع الحيوانات، في كذا برضه مجال بعيد عن الحيوانات نهائي. اقول لك زي مثلا سلامه الغذاء، محجر المطارات، الطب الشرعي، دكتور التغذيه، دكتور التحاليل، وغير كده كتير. وهي مجالات كلية أصلا فيها نفسها كتير قوي. فلما قعدت وسمعت الكلام ده كله، يعني حسيت إن أنا هديت شوية وارتحت. جيت بقى سألت ومش عارف إيه، والشغل بعد كده كليتنا بعد ما بتتخرج على طول، أو ممكن قبل ما تتخرج بتلاقي شغل، ومش بتشتغل في حاجة واحدة، بتشتغل في حاجة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في نفس الوقت، اللي هو مفيش رقابة عليك أو مفيش تخصص، أنت مش مربوط بحد، أنت بتشتغل كل اللي أنت عايزه وحدك. غير كده مستقبلها وشغلها يعني مجزي، يعني كمرتبات وكذا 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 وكمستقبل هي الله اكبر. دخلك وده ممكن تكون قسم بالله احسن من ناس متخرجه من كليات تاني، وكانت درجاتها اعلى منك في ثانويه عامه ودخل كليات تاني، قسم بالله ما تعرف تجيب نص الفلوس اللي انت بتعرف تجيبها من طب بيطري. وغير ده كله في الاول والاخر كليه طب بيطري من كليات القمه ومن الكليات الطبيه، ومش اي حد بيخش، ومجموعها مش قليل، انت ما تستهونش بيها. تمام. دي حاجة لازم كلنا نعترف بيها، ان اصلا كليتك من احسن الكليات، ومفيش حد احسن منك، انت ممكن تكون بالعكس انت احسن من احسن من غيرك بكتير، سواء في كلية طبية او غير طبية. فانت احمد ربنا على اللي جالك، وشغل الزعل ومش عارف ايه، وانا كان حلمي في كذا، وانا كان حلمي في كذا، وانا كان حلمي في كذا. لا، انت جالك مكان يا تخش وتبقى راجل وتثبت نفسك فيه، يا اما انت تخشي وتثبت نفسك في المكان، يا اما بلا اقعد يا عم في البيت، شوف لك شغلانه، شوف لك محل، شوف لك اي حاجه، حول يا عم روح لك كليه سهله. عشان هي الصراحه برضو الحاجه اللي انا جاي اقول لك عليها ان هي مش كليه سهله برضو، وممكن تكون اصعب من اغلب الكليات الطبيه، وتوزي بشري في الصعوبه، ممكن تكون اصعب في ماده الاناتومي، عشان انت بتاخد 6 فصائل او 4 فصائل، فانت كل فصيله ليها حاجات غير التانية في الماده. فاهم؟ واحنا هنشرح معاكم المواد بتاعتها، وهنشرح معاكم المجالات بتاعتها، فيديوهات هتنزل على القناة ده يعني، وهنشرح معاك اول يوم في الكلية، وهنشرح معاك السكاشن، هنشرح معاك المحاضرات واللي عايزه، هشرح لك مادة الاناتومي على القناة. فيعني هنيسر معاك الدنيا، وهقول لك ازاي تذاكر، وهقول لك ازاي تتحدى مشكلة الانجليزي. احنا ما كانش في حد قال لنا الكلام ده. فانا يعني كاخوات، فانا يعني انا هقول لك زي اخويا بالظبط، انا هقول لك خلاصة اللي حصل معايا.
فاحنا برضه واقفين معاك، اديك ملاقي ناس تقف معاك. احنا انا والله لما كنت داخل ما لقيت حد يقول لي الكلام ده. تمام. فافرح واحمد ربنا وافرح انت واهلك، والله العظيم، والله والله والله. وانت لما تقول لابوك وامك على مجالات الكليه وتقول لاهلك وتعرف مستقبلها ويعرف شغلها، هو هيفرح لك اكتر من نفسك والله. والكليه مجالاتها كتير قوي 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 قوي، وهنزل فيديو عن مجالات قسما بالله مجالات، وكل مجال احلى من التاني، وكل مجال مربح عن التاني، وكل مجال تحس نفسك ان انت بتشتغل حاجه وانت حاببها. فان شاء الله ربنا يكرمكم، وربنا يكرمكم في اللي جاي وفي مستقبلكم واحنا معاكم، وربنا ييسر لكم كل امر عسير.